لو بتمنع سكريات في الدايت فانت بتضيع وقتك. طبعا قالوا لك ان انت اول ما تبتدي دايت توقف كل السكريات علشان خاطر هتخنك، صح؟ تعالى اقول لكم الحقيقه ايه. الحقيقه ان الجسم محتاج 3 مصادر اساسيه علشان خاطر يفضل عايش بشكل طبيعي: بروتين، دهون، وكربوهيدرات او بنقول عليها سكريات الصحيه اللي احنا محتاجينها. لما انت بتاخد منه مصدر الطاقه السهل اللي هو السكريات بيحس بهمدان وبجوع ويخليك تاكل اضعاف الكميات اللي انت كنت بتاكلها قبل كده فتتخن اكتر. وبعدين ايه الحل؟ الحل ان انا افهم ان السكريات دي في منها انواع طيبه وانواع شريره. بمعنى ايه؟ ما تجيش مثلا في الدايت وتمنع لي البطاطا، تمنع لي الرز البني، تمنع لي البطاطس المسلوقه وتقول لي اصل دول هيتخنوني. لا، ما ينفعش. دي مصادر طاقه نقدر نقول عليها سكريات طيبه او سكريات صحيه. مين بقى الاشرار؟ اي حاجه تتجاب من الثلاث اماكن اللي انا بقول عليهم دول: سكر ابيض، الحاجه اللي بتتجاب من السوبر ماركت، الكشك بقى، الشيبسيهات والبسكوتات ومشتقاتهم، اي حاجه تتجاب من الفرن. يعني هنمنع سكر ابيض، مشروبات غازيه، هنمنع العيش والمعجنات. تاني اجرب استخدم العيش البلد، ده النوع سكر، ده افضل نوع كربوهيدرات صحيه في العيش.